السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم وصفة سابليه الشوفان، وصفة صحية وجميلة. طبعا كلنا بنحب السابليه في العيد، ولما بناكل بنحس بتأنيب ضمير عالي قوي. الوصفة ديت هتعملوها مش هتحسوا بأي تأنيب ضمير. الوصفة الأساسية بيبقى فيها زبدة كتير، وطبعا دي أبيض والسكر، فممكن تتخنى. إنما الوصفة ديت هتغنيكم عن أي تأنيب ضمير تماما. الوصفة مليانة تريكات علشان تنجح معاكم، فتابعوني للآخر علشان تعرفوا كل التريكات. أول حاجة أنا عاملة هنا مقدار كبير، بس أنا هقول لكم مقدار بسيط تقدروا تعملوه في البيت. المقدار اللي أنا هقوله ده مقدار بسيط. أول حاجة معايا 250 جرام من الزبدة. عفوا، تكون بدرجة حرارة الغرفة. مهمة جدا جدا تكون بدرجة حرارة الغرفة. واحط معاها، لو هستخدم استيفيا اللي هو الناعم المسكر قوي، بحط معلقة واحدة بس من معالق الكبيرة المعيارية. انما لو هحط مثلا زي سويتال العادي اللي هو الحب العلبة الصفرة، هحط 4 معالق كبار معيارية من السكر السويتال. طبعا انا بخفقهم كويس جدا مع بعض، وكمان بوقف في النص كده وببتدي اقلب بالمعلقه السيليكون علشان اتاكد ان مفيش حاجه في القاع. وببدا ان انا بعد كده اضربها. بصوا بقت بيضه بيضه خالص وكريميه تماما. ده القوام اللي احنا محتاجينه. فابتدي ان انا اضيف البيض بيضه بيضه معايا 3 بيضات برضو بدرجه حراره الغرفه، ودي تركه برضو مهمه جدا. هضيف لها فانيليا، انا بحب الفانيليا السائله، بتدي طعم حلو جدا وريحه حلوه. وكمان حطيت اسانس الحليب، مدي ريحه حلوه قوي ليه بصراحه. طبعا تقدروا ان انتوا تستغنوا عنها تماما عن اسانس الحليب. وهبتدي اضيف كل ما البيضه تختفي في الخليط بتاعي. ببتدي اضيف البيضه التانية. طبعا انا قايله لكم ان انا بعمل مقدار كبير، بس المقدار اللي بقوله لكم ده هو المقدار الصغير اللي تقدروا ان انتوا تعملوه. انا بعمل هنا عشان بطلع اوردرات من الحاجات دي، فعامله مقدار كبير. هكتب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. بعد ما بخلص بقى البيض واحده واحده، ببتدي ان انا برضو اقلب بالمعلقة واتأكد كويس جدا ان مفيش اي حاجة في القاع، ومفيش الجوانب. شايفين جوانب كده الزبدة لازقة فيها شوية، فلازم اقلب كويس علشان انزل كل حاجة وكله يندمج في بعضه، ما يبقاش فيه حتة من الزبدة ما فيهاش بيض. وبعد ما بقلب ببتدي بقى اضيف مكون حلو قوي برضو، ويخلي السابليه جميل معانا. تقدروا تشيلوه، بس انا بصراحة بحب اضيفه جدا لانه بيخلي الوصفة حلوة قوي. نص كوباية من النشا، نص كوباية من النشا، نشا الذرة. وببتدي اخفقهم مع بعض كويس قوي مع بعض. وبعد كده ببدأ اضيف انا معايا حوالي 450 جرام من الشوفان. 450 جرام من الشوفان. هبتدي ان انا اضيف تقريبا 3/4، وهقلب. وبعد كده اشوف انا محتاجة الباقي ولا لا، لان كل دقيق شوفان مختلف عن التاني. بحط طبعا ذرة ملح. كل دقيق شوفان مختلف عن التاني، فلازم ما نحطش الدقيق كله مرة واحدة. هنا لا، العجينة طبعا سايلة معايا تماما، فانا هضيف كل المقدار بتاعي من الشوفان. وهبتدي برضو اقلب تاني. انا بمجرد ما الدقيق بيختفي وكله بيندمج مع بعضه ببطل، بوقف. ودي تركة برضو مهمة علشان السابليه ما يبقاش قاسي معانا، يبقى مرمل كده وجميل ودايب. هنا تمام. بصوا بقى العجينة هتعمل ايه. مش ملزقة في ايدي، وبرغم من كده طرية جدا. دي خطوة مهمة جدا. بصوا ايدي سايبة منها تماما، بس هي طرية جدا جدا. ما تخلوهاش ناشفة، لان احنا لسه هنريحها والشوفان لسه هيشرب السوائل. زي ما انتم شايفين كده انا سبتها 10 دقايق. بصوا القوام اختلف شوية ازاي، تماسكت اكتر. فحاولوا ما تخلوهاش من البداية بالقوام اللي انتوا شايفيني بفرد بيه دوت، لان بعد كده هتبقى انشف منكم وهتبقى وحشة قوي. فالافضل ان انتوا تخلوها طرية جدا، وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايدينا. بنسيبها 10 دقايق او ربع ساعة، ودي برضو تركة مهمة تريح علشان بعد كده نبتدي نشتغل فيها. انا هنا بفردها بقى على مفرش سيليكون، على البين كيسين بلاستيك. انا ما بحبش ورق الزبدة، اللي عايز يشتغل بيه براحته، بس انا ما بفضلش يعني غير الاكياس البلاستيك او الحاجات السيليكون. تمام. بفرد العجينة بسمك مش رفيع قوي ولا تخين قوي. وببتدي ان انا اقطع. طبعا السابليه احنا عارفين ان هو بيبقى طبقتين،
بتبقى الطبقة اللي هي الأساسي القاعدة، وبعد كده الطبقة اللي فوق اللي هي بتبقى مخرومة من النص. أنا هنا ممكن أستخدم التيب، بس أنا لقيته كبير شوية. أصغر تيب عندي لقيته كبير شوية على المقاس دوت، فاستخدمت غطا الفانيليا. بقطع بيه علشان يبقى مناسب معايا، متبقاش البسكوتة رية قوي من الجناب ومن الحواف بتاعتها والاقيها بتتكسر معايا بكل سهولة وانا بشتغل في التزيين. ببتدي بقى اعمل اشكال مختلفة. طبعا تقدروا تعملوا الاشكال اللي انتوا عايزينها بالاحجام اللي انتوا عايزينها. انا هنا بحاول ان انا اعمل احجام صغيرة، عشان لو اخدت واحدة او اتنين او اي حد اخد اتنين تلاتة، ما يبقاش اخد سعرات حرارية عالية قوي، وتبقى يا دوبك في المظبوط يعني. بتبقى افضل من انتي، اصل انتي السابليه بالذات طعمه بيبقى روعة بالتزيين بتاعه والكلام ده كله، الشوكولاتة والكلام ده، فبيخلي طعمه حلو قوي. فمنقدرش نقاوم بقى وناخد اتنين وتلاتة وهكذا. فالافضل ان احنا نعملهم صغيرين، عشان حتى لو اخدنا كذا واحدة ما نبقاش اخدنا سعرات حرارية عالية. انا هنا المفتوحة دي بنقلها بالحتة اللي في النص عشان ما الشكل ما يبصش معايا. بعد كده بعد ما احطها في الصينية بشيل القطعة اللي في النص. طبعا زي ما قلت لكم هتعملوا الاشكال اللي انتوا عايزينها. لو تلاحظوا زي ما قلت لكم كل الاشكال اللي انا عاملاها بحاول ان انا اعملها صغيرة. بتعملوا بقى الاشكال، ممكن تعملوا الشكل التقليدي اللي هو المدور فقط، ما يبقاش فيه اشكال تانية. واي قطعات عندك، يعني اي قطاعة عندك ان انت تقدري تستخدميها، ممكن تستخدمي كوباية او كاس وتقطعي بيهم وتفرغي بغطا، اي غطا عندك كده زي ما انا عاملة. ده الشكل بقى اللي هو بيبقى الاساسي بتاع السابليه المدور السادة خالص. بنقطع بيه وبنفرغ برضو من النص. طبعا لازم نعمل الاعداد بتبقى زوجية، علشان كل واحدة بتبقى ليها واحدة مفتوحة من النص. بعد ما بخلصهم كلهم خالص بحطهم في الصينيه وادخلهم الفرن على درجه حراره 180 لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل ده، ذهبي غامق سنه بسيطه قوي. فهو ده اللي هيبقى حلو معاكي، ما تغمقوش اكتر من كده عشان ميبقاش طعمه وحش. وطبعا انا في خطوه مش ملقتهاش في التصوير، الكاميرا كانتش بتصور، ان انا حطيت مربى ولزقتهم. وفي دوت اللي هو هحط عليه بس شوكولاته، رشه شوكولاته من الوش. زي ما انتم شايفين كده بحط المربى، مربى مش لايت طبعا. وببتدي ان انا اخد من الشوكولاته اللي هو القطع اللي فوق اللي انا كنت مغطساها في الشوكولاته، وحطيت لها شويه مكسرات من على الوش. طبعا هنا ما نستخدمش بقى فارماسيل والكلام ده كله خالص لانها كلها سكر. احنا بنستخدم شويه مكسرات او من غير مكسرات خالص، شويه جوز هند، اي حاجه من دي هتبقى حلوه قوي معاكم بالالف. هو بصراحة جميل جدا. وكمان كنت عاملة البيتي فور برضو خطير. ان شاء الله الوصفة الجاية بإذن الله هتبقى برضو البيتي فور بالشوفان. الكلام ده كله هيغنيكم تماما عن الوصفات العادية اللي كلها سعرات حرارية. ان شاء الله استنوني في وصفة البيتي فور.